خدنا مقطع في البدايه نسرع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي يا صاحبة الجنة؟ يلا 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 خلاص هنبدأ الهمة والنشاط ونرجع لحياتنا الطبيعية أو روتين كده طبيعي. يلا نبدأ بقى، خلاص قربنا على الامتحانات، عايزين بقى نشد الهمة كده ونبدأ. فروري بنوتي ربنا يبارك لها يا رب قالت لي يا ماما أنا هاخد كل الكوتشيات وانضفها كده واظبطها كده علشان دخول بقى ايه، أنا هرجع الشغل خلاص بالسلامة إن شاء الله. وهي كمان عندها امتحانات وربنا يعين أولادنا وندعي لهم ربنا يوفقهم يا رب اللهم امين. وزي ما متعودين كلنا كل اول فيديو بنزرع نخله في الجنه، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وما تنسيش تحطي احلى لايك ان شاء الله واشتراك لو كان ليا قبول غسيل عندك بس من نوع الله. مختلف تماما. خلصنا الغسيل الدورتين اللي كنا حاطينهم الفيديو اللي فات، والحمد لله ما عنديش غسيل كتير، لكن ما شاء الله روري ربنا يبارك لها برضو، يا رب يا رب يبارك لنا جميعا ويبارك لكم في اولادكم اللهم امين. لما بيلاقوني شويه تعبانه كده يعني الحمد لله على كل حال، اسال الله اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. فهم بيجتهدوا كده مع نفسهم، فرقتها بتقول لي يا ماما انا هلم كل الكوتشيهات كده بتاعتي وبتاعتك يا ماما وهغسلهم ان شاء الله. وخدت معاها كده ايه يعني كام حاجه الرحيم كده معانا، وما شاء الله تبارك الله حطيتهم في الغساله وبالفرشه بقى كده شويه لا ادي لا تدي، وما شاء الله تبارك الله الكوتشيات طلعت زي الفل. تسلم ايديك يا روري، ربنا يبارك لي فيك يا رب وفي بنات جميع المسلمين اللهم امين يا رب العالمين. النهارده الفيديو سهل وبسيط كده ولذيذ، لان انا بصراحه كنت تعبانه ما كنتش قادره ان انا اعمل روتين جامد كده يعني، لكن ان شاء الله برضه هتتشجعوا بيه، هتشوفوا فيه كذا حاجه مختلفه ان شاء الله، هتتشجعي وتتنشطي ويبقى كلك نشاط وكلك حماس وكلك طاقه ايجابيه. وزي ما متعودين بنجيب الحماس والطاقه الايجابيه منين؟ بدنا احنا نصلي صلاتنا الصباحيه ونقول دعائنا التحصين ونحسن الظن في الله، ويكون عندنا يقين في الله بان النهارده هيكون يوم جميل. النهارده وبكره وبعده وكل ايامي وايامكم جميله ببركه رضا ربنا علينا. وزي ما متعودين في القناه دايما دايما طول ما اذكارك ملازماكي طول ما بركه ربنا معاكي. شوفوا ما شاء الله الكوتشيات زي الفل، تسلم ايديك يا روري. ربنا يا رب يبارك لنا جميعا في بناتنا ويرزقنا العون. ربنا عز وجل لما بيلاقي الانسان تعبان ومش بيتمرض ابدا ابدا ربنا بيرزقه ويسخر له عبيده. صدقوني ايه الاذكار دي مفعول السحر، هتسخر لك اولادك، هتخلي اولادك يحنوا عليكي سبحان الله برضا من ربنا عز وجل عليكي. يلا لون اخضر يعني ايه؟ النخلات يا امارات. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يلا ريحه الريحان بقى والنعناع والروزماري والصبار، واول ما بشوف الصباره بنقول ايه؟ اللهم ارزقنا صبرك يا رب، اللهم اجعلني صبوره، اللهم اجعلني صبوره يا ارحم الراحمين. الحمد لله على كل حال. يلا بقى ندعي لينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم بارك في عمر أمي هي وجميع أمهات المسلمين، وارحم أبويا واغفر له هو وجميع أموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم آمين. اللهم ارزق كل مشتاق الذرية الصالحة. أم محمد حبيبتي من السعودية وردينا اللهم ارزقهم الذرية عاجلا غير آجل، هم وكل نفسهم الذرية اللهم اطعمهم الذرية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. اللهم فك كرب كل مكروب وسد دين كل مديون يا رب العباد. النهارده يا حبايب هنا معانا مشكله كده او فضفضه من اخت من اخواتنا ربنا يبارك لها يا رب اللهم امين. كانت كاتبه لي في التعليق على الفيديو اللي فات ان هي عندها مشكله ومحتاجه رايي فيها، وانا كمان محتاجه ان انتوا كمان ايه، انا هكلمها واقول لها عن رايي، وانتوا كمان لو حد عنده راي تاني يدخل يكتب لها في التعليقات، لعل وعسى كلنا نكمل بعض وان شاء الله نرزقها كده ايه احساس الرضا والبركه باذن الله. كانت بتقول ان هي زوجها مسافر ربنا يعينه يا رب ويقويه على غربته، ومعاها اولادها وكده، وان سلفها اللي هو اخو زوجها واخد كل فلوسهم مشغلها لهم، يعني هو اللي بيشغل فلوسهم. فبتقول ان هي شايفه ان هو عمال يجيب لاولاده ويدلعهم ويجيب لهم حاجات كتير ومش عارفه ايه، وهي يا دوب ممشيه بيتها بكل اللي بيبعته زوجها مصروف البيت، يا دوب ممشيه بيتها بالعافيه. فشايفه ان اولادها يا دوب ممشيه نفسها، وشايفه اخو زوجها ما شاء الله عمال يدلع في اولاده ويجيب لهم حاجات كتير. فهي من جواها بصراحه مش راضيه. ولما سالت زوجها وقالت له ان اخوك بيعمل كذا وكذا وكذا، قال لها هو عنده امانه مؤتمن عليها هيتسال عليها. بصراحه زوجها عنده حق مليون في الميه، بس هي بتقول ان هي بتكون متضايقه طبعا من لما بتشوفه، فمش عارفه تعمل ايه.
بصي يا قلب هنا ويا قلب اختك يا حبيبتي، اول حاجه هقولها لك وقلتها لك، بس انا حبيت ان انا اسجل صوت في فيديو علشان المعلومه او النصيحه ان شاء الله يا حبيبتي توصل لك كده ايه بالصوت اوضح من الكتابه. اول حاجه وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. صدقيني اللي زي اخو زوجك ده ما تزعليش منه، انت تزعلي عليه. لو الدنيا شغلاه، لو الدنيا لهياه، لو الدنيا بعدته عن الحق، انت تزعلي عليه، مش تزعلي منه ابدا، وتدعي له كمان اللهم رده لطريقك يا ارحم الراحمين، اللهم رده لطريق الحق يا رب، علشان هو كده غافل عن الحق وغافل عن حقوق الناس. وبرضه هقول لك حاجه كمان يا قلبي، المشكله ان احنا هنا كلنا في مصر او في كل الدنيا يعني لما بيشوفوا حد مغترب بيستكتروا عليه غربته وبيستكتروا عليه شقاه. يقول لك ايه يعني، ما هو مسافر وهيجيب تاني وانا اولادي هنا محتاجين، وانا هو بيبرر لنفسه الحرام، بيبرر لنفسه الغلط، بيستحل شقه غيره، مع انه والله انا طبعا سافرت فتره طويله واتغربت وعارفه يعني ايه غربه، وعارفه يعني ايه قرش الغربه. اللي هنا بيقول لك ايه اللي انت بتعمليه ده يا هنا، انا بطلع حته تلجيه احطها في الكولمن يا امارات. اللي هنا بيقول هو مسافر وهيجيب غيره، لكن والله الغربه القرش بتاعها ب10 وب20 شقه. صدقوني اللي قاعد هنا حتى لو هو كسب جنيه هو برضه في وسط اهله وفي وسط بيته. يكفي ان زوجك محروم من زوجته ومن اولاده وقاعد في غربه لوحده، يعني قرشه بصراحه نار. اللي هيقبل قرشه هيقبل على نفسه نار، وربنا سبحان الله عز وجل هيسأله. عايزاكي كل ما تحسي بجواكي ان انت زعلانه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد، لا حول ولا قوه الا بالله. عايزاكي تستشعري الذكر تستشعريه ان يا رب انا لا لي حول ولا قوه الا انت، يا رب هي امانه عنده وانت ان شاء الله هتحفظها لنا. استودعي مال زوجك، قولي يا رب مال زوجي عند اخو زوجي استودعك الله ماله يا ارحم الراحمين، اللهم ارزقنا البركه. ودايما قولي اذكار كتير 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 يا قلبي علشان ربنا سبحان الله عز وجل يرزق زوجك البركه ويرزقك انت كمان بالمصروف اللي بيبعته زوجك البركه. ولما تشوفي اخو زوجك عمال يجيب لاولاده ويدلعهم، بالعكس والله ادعي له قولي يا رب رده لطريق الحق، لان هو ظالم نفسه وظالم اولاده لما يقبل القرش ده، والله اعلى واعلم بيه. فلما هو يقبل فلوس اخوه لاولاده، طب ما هو اخوه ده شقيان بالفلوس دي لاولاده هو كمان، بس سبحان الله الشيطان اكيد مزين له اللي هو بيعمله. فنقول يا رب اعفيه، يا رب اعفو عنه، يا رب رده لطريق الحق ان شاء الله. وانتي والله ولا تزعلي ابدا يا قلبي، ايه ربنا ان شاء الله هيرزقك البركه في اللي زوجك بيعمله، وهيسترها على زوجك في غربته، وان شاء الله ربنا هيعوضكم خير والله العظيم. لو هو فعلا بيستحل شقاكم ربنا هيعوضكم خير، وربنا يا رب يهديه لطريقه. صدقوني والله العظيم انا بقول لكم كده الحمد لله على كل حال، هقولي الحمد لله لان انا عشت الغربه وعرفت الحاجات اللي انت بتقولي عليها دي وعشتها كمان. انت المفروض تقولي ربنا يرده لطريق الحق، بس قولي بس يا رب رده لطريق الحق، دعوه بظهر الغيب، يمكن ربنا يهديه ويصلح من حاله، ولما يهديه ويصلح من حاله انت اول واحده هتستفادي انه هيديكم شقاكم ويديكم حقكم في الفلوس. يا رب ان شاء الله اكون فدتك يا قلبي بالشويه الصغنطتين دول، اكون قدرت افيدك. دي الحاجه اللي انا بقولها لك انا بقولها لنفسي وبعمل بيها بنفسي يعني، فانت كمان ما شاء الله تبارك الله ان شاء الله يا رب باذن الله تقوليها كده ويكون عندك يقين. دي بطاطا يا حبايب هنا صغنططه بس طعمها زي السكر، ان شاء الله هسلقها للولاد لان البطاطا طبعا مفيده جدا جدا جدا. ايه تاني يا هنا، يا رب بس اكون فدتك يا قلب هنا حبيبتي. واسفه ان انا اتاخرت في الرد عليكي، بس والله اول فيديو نزل بعد التعليق بتاعك انا علقت اهوت وقلت مشكلتك لاخواتي لعل وعسى حد منهم يقول حاجه كمان تريحك اكتر مني ان شاء الله. اي نصيحه انا بقولها لاي اخت انا بكون يا اما طبقتها قبل كده على نفسي يا اما انا مقتنعه بيها من جوه نفسي، وان شاء الله يا رب اكون اديت لك احساس الرضا شويه. وزي ما بقول لك كده عايزاكي تغمضي عينيكي كده وتقولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد، لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب انا لا حول لي ولا قوه الا بيك انت يا رب، انت اللي تقدر تحلها وانت اللي هتردي لي حقي، وانت اللي هتديني البرد والسكينه على قلبي كده وتحسسني باحساس الرضا. كله لله. جيبي سجاده كده وافرديها واقعدي كده وكلمي كده مع ربنا عز وجل، هتلاقي ربنا اداكي العون واداكي السكينه واداكي الرضا باذن الله، وسترها على زوجك في غربته اللهم امين. دي لوحدها نعمه، ان زوجك يكون ربنا كرمه وستره، دي نعمه من الله عز وجل. ربنا يبارك لك في زوجك يا رب ويوسع رزقه اللهم امين، ويرده لك سالم غانم اللهم امين يا رب العالمين. قلنا ايه بقى، الفيديو شرح نفسه، الروتين اشتغل، وكان في مشتريات شفتوها معايا، كنت جايبه مكرونه وشعريه ودقيق، وكنت جايبه نص طبق بيض، وكنت جايبه علبه حلاوه. يعني ربنا يبارك لزوجي يا رب ويوسع رزقه اللهم امين. والولاد برضو ساعدوني في الصاله، بصراحه انا اليومين دول شويه تعبانه، ادعوا لي بالعافيه ان شاء الله باذن الله.
أنا وكل المسلمين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفرك ربي من جميع الذنوب وأتوب إليك. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ما كانش ينفع نعدي الفيديو من غير ما نقول كم دعاء وكم ذكر كده يدي الفيديو بركة كده وجمال وحلاوة. وطبعا زي ما انتم عارفين الحلاوة طبعا لازم تكمل بفنجان القهوة. ما ينفعش اشرب قهوتي من غيركم لان بيكون لها طعم تاني خالص. الحمد لله على كل حال. بحبكم 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 يا حبايب هنا. ربنا يديمكم نعمة على قلبي. اللهم امين يا رب العالمين. دمتم نعمة في حياتي. استودعكم الله.